اهلا بيكم في قناه انا وطفلي. يا ترى انت متاكده ان كل اللي طفلك بياكله مفيد؟ يعني العصير اللي في الكرتونه والجبنه اللي في العلبه والسوسيس اللي بيحبه، كل الحاجات دي باين عليها بريئه، بس في الحقيقه انها ممكن تضر صحته على المدى البعيد. في الفيديو ده هقولك على اهم 10 اكلات ومشروبات لازم الطفل يبعد عنها خالص او نقلل منها من اول ما يتم سنه لحد ما يدخل المدرسه. وبنوه ان كل كلامي ده مبني على توصيات حديثه من اطباء تغذيه اطفال ومؤسسات طبيه موثوق فيها. خلينا نبدا في اول حاجه من الحاجات اللي لازم نمنعها عن اطفالنا، وهي السكريات المصنعه زي المصاصات والكاندي والبسكويت المحشي. طب ليه كل ده خطر؟ لانها بترفع سكر الدم فجاه وبتسبب مشاكل في التركيز والسمنه. طب ايه هو البديل؟ البديل يبقى فاكهه طبيعيه او زبادي بالفواكه من غير سكر مضاف. تاني حاجه العصائر المعلبه والمشروبات الغازيه. ليه خطر؟ لانها مليانه سكريات والوان صناعيه وبتضعف الاسنان وبتاثر على المناعه. طب ايه هو البديل؟ عصير فريش في البيت او حتى ميه منكهه بشرايح الفاكهه. تالت حاجه بقى الوجبات السريعه زي البرجر الجاهز او الناجتس او البطاطس المقليه. طب ليه الحاجات دي خطر؟ لانها فيها دهون متحوله مواد حافظه وممكن تسبب تاخر في النمو العقلي. طب ايه هو البديل؟ البديل ان احنا نعمل اكل شبيه في البيت بزيت صحي وبطريقه بسيطه. رابع حاجه الجبنه المطبوخه او الجبنه السايحه اللي في علب بلاستيك. طب ليه الحاجات دي خطر؟ لانها مليانه املاح ومواد صناعيه. طب ايه هو البديل؟ جبنه قريش او شيدر طبيعي بكميات صغيره. خامس حاجه بقى الاكلات اللي بيحبوها دايما الاطفال زي اللانشون والسوسيس والهوت دوج. طب ليه الحاجات دي خطر؟ لان فيها مواد ممكن تكون مسرطنه حسب توصيات منظمه الصحه العالميه. طب ايه هو البديل؟ البديل يبقى بروتين طبيعي، فراخ مشويه او بيض او تونه. سادس حاجه الملح الزايد في الاكل. طب ليه الملح خطر؟ لان ضغط الدم عند الاطفال حساس جدا، وكمان زياده الملح ممكن ياثر على الكلى. طب ايه هو البديل؟ البديل انك تستخدمي توابل طبيعيه زي الكمون والزعتر والليمون. سابع حاجه الشوكولاته المليانه سكر. ليه خطر؟ لانها بتعمل نشاط زايد وقله نوم وسمنه، ولو الطفل مصمم عليها يبقى قطعه شوكولاته غامقه مره كل فتره. تامن حاجه المعلبات زي الفول المعلب او الخضار في علب. طب ليه الحاجات دي خطر؟ لان فيها مواد حافظه وكتير منها غني بالصوديوم. ايه هو البديل؟ البديل انك تحضري اكل طازه في البيت. تاسع حاجه الخبز الابيض او المخبوزات الصناعيه. ليه خطر؟ لانها بترفع السكر فجاه وما فيهاش قيمه غذائيه حقيقيه. طب ايه هو البديل؟ البديل يكون عيش بلدي او توست اسمر. اخر حاجه معانا وهي مشروبات الطاقه او المشروبات اللي زي الشاي او القهوه. ليه خطر؟ لانها بتاثر على الجهاز العصبي والقلب، والبديل ليه يبقى ميه او لبن دافي. خليني كمان اقول لك على نصايح مهمه لازم تكوني عارفاها. اولا لو الطفل بيحب حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها ما تمنعيش الطفل فجاه عنها، قللي الكميه بالتدريج وخليه يشارك في تحضير الاكل، ده بيشجعه يجرب الجديد. ومهم جدا تقري دايما مكونات اي منتج بتشتريه. ما تنسيش تكتبي لنا في الكومنتات ايه اكتر حاجه انت كنت بتقدميها لطفلك وقررتي تبعدي عنها بعد الفيديو ده. ولو الفيديو ده فادك وعرفك حاجات جديده ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد.